اسمي نيكولاس، طالب جديد في جامعة سيراكيوس، والتي توجد في منطقة لا تعد من المناطق أمانا. كنت أسكن في السكن الجامعي. بعد خروجي من أول علاقة بدأت بالمواعدة عبر الإنترنت. تعرفت على فتاة اسمها ستيفاني. رأيت صورها عبر الفيسبوك، كانت شقراء وجميلة جدا. اتصلت بها ثم بدأنا في التعارف. كان لدينا عدة عوامل مشتركة كالفكاهة وحب المطالعة وحضور الأفلام إلى غير ذلك. عرضت عليها حضور فيلم ولم ترفض. طلبت مني أن أقابلها على الساعة 9 ليلا بالقرب من السكن الجامعي. عندما كنت أنتظرها أرسلت لي رسالة تطلب مني أن أرسل لها موقعي. أرسلته إليها. بعد بضعة دقائق رأيت سيارة بدأت بالاقتراب مني، ثم وقفت أمامي. لم تكن ستيفاني. كان رجل يبدو في الخمسينات من عمره، ينظر إلي نظرات غريبة، ثم قال: ماذا تفعل هنا؟ هل تنتظر شخصا ما؟ قلت له نعم. ثم سألني: هل أنتظر ستيفاني؟ قلت له نعم. كيف عرفت ذلك؟ قال: إنه والد ستيفاني وجاء ليقوم بتوصيلي. نظرت إليه. لأكون صريحا، بدا وكأنه أكبر من أن يكون والدها، فأنا لست أحمق عندما يتعلق الأمر بالعلاقات السطحية. أجبته بصوت حازم: لماذا لم تخبرني هي بأنك ستأتي لاصطحابي إليها؟ ادعى بأنه لا يثق بشخص عشوائي يجتمع بابنته ويريد مقابلتي أولا. بصراحة لم يقنعني بكلامه. نظرت إليه ولم أقل شيئا، ثم بدأت في السير باتجاه المعاكس لسيارته. بدأ ينادي بصوت مرتفع: هاي هاي. بدا وكأنه متفاجئ لأنني تركته ومشيت بعيدا عنه. فعلت ذلك لأنني سمعت كثيرا عن قصص الجرائم والاختطاف. لم أكن أعرف ما الذي يمكنه أن يحدث. استدار ثم انعطف إلى اليسار. كان يتبعني من الخلف ثم ذهب مباشرة. لم أعد أراه. وواصلت السير في اتجاه السكن الجامعي. عندما كنت على وشك الوصول رأيت سيارة تقف قرب المبنى. كنت متأكدا من أنها نفس سيارة ذلك الرجل. كانت متوقفة جنب الطريق ولكن أضواؤها مطفأة. حاولت النظر إلى النافذة لكن الزجاج كان ملونا. لم أرى شيئا. في تلك اللحظة تلقيت رسالة من ستيفاني تقول: لماذا لم تركب السيارة مع والدي؟ تجاهلت الرسالة وواصلت طريقي. ظللت ألتفت إلى الوراء لأنظر ما إذا كانت السيارة تتبعني أم لا. عندما اقتربت من الوصول رأيته في آخر الشارع، ومن المستغرب أنه لم يتبعني. دخلت إلى السكن الجامعي. عندما كنت ذاهب في اتجاه غرفتي سمعت خطى تتبعني. كنت على وشك الإصابة بالجنون عندما سمعت تكسر زجاج وتعرضها للركل من حذاء شخص ما. عندها تذكرت أنني لم أغلق ربط موقعي مع ستيفاني. أغلقته ثم بدأت بالركض حتى وصلت إلى غرفتي. لم يكن هناك صديقي الذي يسكن معي نفس الغرفة. أغلقت الباب وغيرت ملابسي ثم استلقيت فوق السرير. بعد بضعة دقائق وصلتني رسالة يقول فيها: كنت محظوظا اليوم. رأسك كان سيكون منفصلا عن جسدك الآن.
ما زلت أملك لقطة الشاشة التي أجبته قائلا: شكرا للتهديد الذي سيتوجه مباشرة إلى الشرطة. ما زلت أحتفظ بالمحادثة كدليل وأخطط للذهاب إلى الشرطة. أتمنى أن يتم القبض عليه قبل أن يتمكن من ضحية ما. في إحدى الليالي الشتوية كنت في المنزل. لم يكن لدي ما أفعله سوى مشاهدة التلفاز في غرفة الاستراحة. كانت حوالي 10 ليلا. أغلقت جميع الستائر ثم بدأت في متابعة فيلم عشوائيا لا أتذكره. كنت تحت البطانية. فجأة رأيت اشتعال الضوء في الخارج. قمت بخفض صوت التلفاز لكي أسمع ما إذا كان هناك أحد، لكني لم أسمع أي صوت. رفعت الستارة لألقي نظرة. لم يكن هناك أي أحد غير الكلب، ولكن ليس من المنطقي أن يكون هو من شغل الأضواء. لذلك ارتديت حذائي وذهبت حول الممر لأتأكد من الموضوع. أيضا لا يوجد أحد. ثم عدت إلى الغرفة لإكمال الفيلم. مر بعض الوقت. سمعت صوت كأس يتكسر في الخارج، ثم اشتعل الضوء مرة أخرى. في المرة الأولى التي حدث فيها ذلك كنت خائفا، ولكنني الآن خائفا جدا. تمنيت أن يكون الكلب هو من فعل ذلك، لكنني متأكد من أنه ليس الكلب. لم أستطع النهوض لأنني كنت خائفا بشكل كبير. أردت إغلاق التلفاز، لكن جهاز التحكم عن بعد كان في منتصف الطاولة. كنت أخشى أن أتحرك. نظرت إلى الستارة. رأيت ظل شخص يقف وراء الستارة، وذراعيه ممدودة إلى الأسفل، وشعره قصير. لا أعرف كيف أصف ما شعرت به في تلك اللحظة. شعرت بألم شديد في صدري. شعرت بأنني لا أستطيع التنفس. كنت خائفا جدا. نهضت من الأريكة بهدوء. قبل وصولي إلى الباب بدأ الشخص الموجود وراء الستارة يطرق النافذة. أردت إخافته بشكل ما. رغم أنني كنت خائفا صرخت بقوة وناديت لرجال الشرطة. وقفت بجانب المدخل لفترة لأرى ما إذا كان ذهب أو لا. رأيت الظل يتحرك نحو الباب. إنها امرأة عجوز تقف على الجانب الآخر من الباب. للحظة بدأ شعوري بالخوف يقل. بدأت العجوز بالضرب بيديها على زجاج بابي وتصرخ بصوت مرتفع. أغلقت باب الغرفة بالمفتاح واتصلت برجال الشرطة. أبلغت عن امرأة العجوز تحاول اقتحام منزلي. طلبوا مني أن أنتظر في غرفة آمنة مع سلاح للدفاع عن نفسي حتى تصل الشرطة. الكابوس الذي أمر به أصبح الآن حقيقة عندما سمعت زجاجا يتحطم. بعد مرور دقيقتان تقريبا لم أسمع أي شيء. فتحت الباب بهدوء واقتربت من الممر. رأيت المرأة العجوز ذات الشعر القصير واقفة في المطبخ أمام النافذة المكسورة. ذهبت مسرعا إلى الحمام وأغلقت الباب. صرخت خائفا. كنت في 17 من عمري. ثم بدأت المرأة العجوز تطرق الباب بقوة ولم تتوقف عن الكلام. لكن لم أفهم أي شيء من الذي كانت تقوله. كنت مشغولا بالبكاء والتوسل إليها بأن تذهب لحالها. بعد فترة قصيرة سمعت أشخاصا يتكلمون في الخارج. فتحت نافذة الحمام ثم صرخت بصوت مرتفع. كانت الشرطة قد وصلت. صعدوا 2 من رجال الشرطة.
أخبرتهم أن العجوز توجد خلف الباب. طلبوا مني أن أهدأ وأن كل شيء سيكون على ما يرام. فتحوا باب الحمام وألقوا القبض على المرأة العجوز بكل سهولة. الغريب في الأمر أنها لم تحاول الهروب. اتضح أن المرأة العجوز مجنونة، تم أخذها إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية. كانت تعيش مع ابنها، وكانت زوجة ابنها تقوم برعايتها، لكن ذلك اليوم خرجت من البيت دون أن يراها أحد، ثم اقتحمت منزلي. بعد أيام رفع والدي دعوى قضائية على زوجة الابن المرأة العجوز لأنها لم تقم برعايتها لاقتحامها منزلنا، ولكن خسر والدي الدعوى.